الكنافة بالمانجا ليها طرق كتيرة جدا، النهاردة هعمل معاكم واحدة منهم. في طاسة بحمر الكنافة بعد لما بكون جمدتها كويس وافرمها، واضيف ليها سكر بودرة وسمنة بلدي، واحمر الكمية كلها وبضيف لها زبدة متدوبة وعسل ابيض، بقلبهم كويس مع بعض. وفي صينية قبل ان احنا نفكها بعمل بيهم قاعدة. بعد كده في طبق صغير فيه جيلاتين بضيف له مية دافية واسيبه على جنب. وفي حلة على النار بضيف بيوريه المانجا اللي هو عصير المانجا نفسها مضروبة في الخلاط لوحدها، بضيف عليها سكر وبقلبهم مع بعض. اول لما يبدأ يغلي بضيف فيه الجيلاتين اللي انا دوبته من شوية وبطفي النار. في بول بقى هضيف جبنة كريمية، اي نوع تقدري تستخدميه، واضيف عليه علبة من القشطة وامزجهم مع بعض كويس لحد ما يدوني قوام سموث كده. بعدين بضيف عليه شوية من البيوريه اللي انا جهزته من شوية، بس لما يكون بحرارة الغرفة. بعدين هقلبهم كويس مع بعض. المكونات كاملة هتلاقوها تحت الفيديو بالتفصيل. في بول تانية هخفق كوباية من كريمة الخفق لحد ما تتماسك، وبعد كده هصبها على الخليط اللي انا جهزته من شوية، بخفقهم مع بعض. والكنافة طبعا القاعدة اللي تحت بنبقى حاطينها في التلاجة تجمد شوية. هضيف عليها الخليط اللي انا عملته وبفضي منه الفقاعات كويس عشان لما نيجي نقطعها بعد كده تبقى متماسكة. احطها في التلاجة لمدة ساعة وبعدها اطلعها واضيف عليها البيوريه اللي انا عملته. بعد كده بحطها في التلاجة على الاقل 4 ساعات. بعد لما تطلع من التلاجة بزينها بشوية كنافة، ببقى شلتهم من الكنافة اللي انا كنت محمراها، وبزينها على الوش بقى بفراولة، براسبيري، ببلاك بيري. وبعد كده بقدمها بتبقى تحفة. يلا اعملوها وابعتولي تطبيقاتكم.